تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا، نوافيكم بأهم الأنباء ونبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. مطالبة بتوفير البذور المحسنة في النحل. تدريب المرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر. دعوة لأولياء الأمور لتحمل المسؤولية للحد من جرائم القصار. استهداف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا. الولايات المتحدة تحظر رسميا معدات اتصالات صينية. مقتل 3 أشخاص إثر هجوم مسلح استهدف مدرستين في البرازيل. إلى التفاصيل. طالبت جمعية منتجي الخضر والفاكهة في مديرية أمن حيلي بتوفير البذور المحسنة وأسمدة رفع الإنتاج. وأوضح رئيس الجمعية سيد هبت قبراي في التقرير الذي قدمه في الاجتماع التقييمي للجمعية الذي عقد في 20 من نوفمبر أن بذور البطاطا المحسنة رفعت الإنتاج كثيرا في السنوات الماضية، لكن انخفض بنسبة 25% هذا السنة لقلة البذور المحسنة. وأشار إلى مواجهته بنقص المياه لامتلاء مصادر المياه في المديرية بالطمي، مطالبا بدعم الآليات لإزالته. وقال مسؤول الزراعة في المديرية السيد منقسط عامة أن تأطير المزارعين من أهم أهداف وزارة الزراعة لضمان إنتاج الخضر والفاكهة، داعيا المزارعين لاستخدام السماد الطبيعي لرفع إنتاجهم. وأوصت مدير مديرية أمن حيلي بالإنابة السيدة ترحاز فقاد المزارعين لتقوية التأطير وتطوير أنشطتهم دون أن تعيقهم النواقص، مؤكدة وقوف الإدارة إلى جانبهم لحل المصائب. تضم الجمعية التي تأسست عام 2008 238 عضوا. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تأهيلية للمرأة المنتخبة في إدارات الضواحي ومسؤولات الاتحاد في المديريات حول الإدارة والقيادة. تضمن التدريب الذي نظم في مدينة عصب من 23 وحتى 25 من نوفمبر إعداد الخطط والتقارير والتوثيق والقانون. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم أن الاتحاد يمنح الأهمية لتمكين المرأة، داعيا المشاركة في التدريب لتطبيقه عمليا. ودعت المتدربات لتنظيم مثل هذه الدورات التأهيلية التي لها علاقة مباشرة بعملهن. دعا قائد مركز شرطة إصلاح القصر النقيب هبت قبراي في الاجتماع الذي عقده لسكان مديرية أبا شاول، دعا أولياء الأمور لتحمل مسؤولياتهم للحد من الجرائم والمخالفات التي يقوم بها القصار. وأوضح أن القصر ينقسمون إلى جزئين في القانون الجنائي الانتقالي. الجزء الأول منهم هم ما دون 12 عاما ويتحمل جرائمهم أولياء أمورهم، والجزء الثاني من هم عمر 12 وحتى 15 وتصدر بحقهم الأحكام الخاصة بهم في حال ارتكابهم الجرائم. وذكر أن القصر المحتجزين في مركز الشرطة الإصلاحي يقدم لهم التعليم الأكاديمي ومحاضرات من خبراء الطب النفسي. وقالت مدير مديرية أبا شاول السيدة سارة تسفى ميكائيل أن التنشئة الجيدة للقصر مسؤولية جميع الآباء والمجتمع، وخاصة على الأمهات اتخاذ مسؤولية أكبر لرعاية الأبناء ومساهمة المدرسة والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الدين. وحث المشاركون في الاجتماع لوضع حد لتجارة القصر في الشوارع والقيام بأنشطة توعوية وبرامج تأهيل للقصار. أعرض سكان قرن في مديرية أوردت عن ارتياحهم للخدمات الاجتماعية المقدمة. وذكر السكان أن أبنائهم كانوا يدرسون في أوردت مع معاناة الذهاب والإياب،
وقد أرسيت لهم مدرسة ابتدائية ومتوسطة و3 مدارس ابتدائية إضافة إلى برنامج تعليم الكبار ليتابع أبنائهم التعليم عن قرب. وذكروا إرساء عيادة و3 نقاط توزيع المياه وخدمات الكهرباء. وقال مدير الضاحية السيد حامد عبد الله أن خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء خلقت الاستقرار في حياتهم، ودعا الجهات المعنية للاهتمام لضيق الأراضي مع التوسع السكاني. تبعد إنجرني التي تضم 12 قرية مسافة 18 كيلومتر إلى الشرق من مدينة وردة. تبرع الإيطاليون في الداخل والمهجر بمبلغ 143,650 نقفة و7,541 دولار و4,685 يورو لإعادة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وتبرع المواطنون ب 57,650 نقفة لإعادة 5 أسر شهداء، ومؤسسة بلو بيرد للتصدير والاستيراد ب 36,000 نقفة لإعادة 3 أسر شهداء، والجمعية التعاونية للإريتريين في توبنغت الألمانية ب 2,485 يورو لإعادة 3 أسر شهداء، وأعضاء كنيسة ملهان ألم في دالاس الأمريكية ب 7,541 دولار لصندوق أمانة الشهداء. كما تبرع الإيطاليون المقيمون في مدينة لايندن وضواحيها في هولندا ب 2,200 يورو لبرامج التصدي. وتبرعت السيدة للتسقيم وسازق المقيمة في إيطاليا أدوات بقيمة 32,000 نقفة لمدرسة عبد جنبل الابتدائية. وكان نفس المدرسة قد حصلت على دعم الأثاثات المدرسية بقيمة 45,000 نقفة و28,000 نقفة لبناء سور من المواطنين المقيمين في الخارج. السادة والسيدات إلى فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال الجيش الأمريكي أن صاروخين استهدفا قاعدة دورية أمريكية في مدينة الشداد شمال شرق سوريا، لكنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة. وهذا هو ثالث حادث من نوعه ضد قواعد توجد فيها قوات أمريكية خلال أسبوع. وأورد بيان القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد زارت موقع إطلاق الصواريخ وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه، ولم توجه القوات الأمريكية اتهاما إلى أي جهة. وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية الكولونيل جو بوتشينو أن هجمات مماثلة تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر، وتقوض الاستقرار والأمن اللذين كانا منالهما صعبا في سوريا والمنطقة. أعلنت الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات حظر المعدات وخدمات الاتصالات التي تقدمها 5 شركات صينية بينها هواوي وZTE. واستهدف القرار شركات تعتبر تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، ولا يسمح بموجبه بإعطاء إذن للتسويق أي منتج جديد على الأراضي الأمريكية. ويشمل القرار شركتي هواوي وZTE اللتين خضعتا في الماضي لقواعد مماثلة، وكذلك شركتي ديهوا وهيفكجن اللتين تقدمان معدات مراقبة بالفيديو، إضافة إلى شركة هايتر المتخصصة في معدات الراديو. وقالت رئيسة الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات في بيان أن هذه القواعد الجديدة تمثل جزءا مهما من الإجراءات المتخذة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات للأمن القومي تستخدم فيها معدات اتصالات بحسب بيانها. هاجم شاب مسلح مدرستين في ولاية إسبريتو سانتو بجنوب شرق البرازيل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين. وقع إطلاق النار في مدينة أركوروز البالغ عدد سكانها 100,000 نسمة على بعد 600 كيلومتر شمال شرق ريو دي جانيرو. وقالت السلطات أن 3 مدرسين وطالبا لم يحدد عمره حالتهم خطرة.
وأوضحت السلطات أن المهاجم اقتحم البوابة الخلفية للمدرسة ودخل غرفة الأساتذة وفتح النار على الكثير من المدرسين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين. وأعلن حاكم ولاية إسبريتو سانتو ريناتو الحداث 3 أيام. ووصف الرئيس المنتخب لويس إنيوس لولا دا سيلفا ما حصل بأنه مأساة عبثية. أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيندوزي فقدان 12 شخصا إثر اندلاع تربة في جزيرة إسكيا قبالة نابولي، ولم يتأكد وقوع وفيات. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انزلاقات تربة في ساعات مبكرة من الصباح في بلدة كازامشولا ترمي شمالي الجزيرة. وقال الدفاع المدني أن الوحل خبر منزلا وجرف عدة سيارات إلى البحر، مضيفا أنه يبحث عن مفقودين. ووردت وكالة إنسا أن ما لا يقل عن 30 أسرة محاصرة في منازلها بسبب الوحول في غياب الماء والكهرباء، مضيفة أن الطريق المؤدي إلى الحي مقطوع بسبب الانهيارات الطينية والحطام. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. مطالبات بتوفير البذور المحسنة في النحل. تدريب المرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر. دعوة لأولياء الأمور لتحمل المسؤولية للحد من جرائم القُصّرة. استهداف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا. الولايات المتحدة تحظر رسميا معدات اتصالات صينية. مقتل 3 أشخاص إثر هجوم مسلح استهدف مدرستين في البرازيل. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات وأطيب